أهلا بكم مشاهدينا بكل مكان، وحلقة مميزة نقدمها لكم من برنامج مبدعون. ضيفنا لهذا اليوم الشاعر المبدع أدهم عادل. أهلا بك أدهم. أهلا وسهلا، نورتوني. أهلا وسهلا. أدهم، أريدك تحدث لنا عن مؤلفاتك باختصار. طبعا أنا عندي 3 مؤلفات اللي هو ضوء بسرداب هذا، وبروح الصعاليك. طبعا ضوء بسرداب الطبعة الثالثة، وبروح الصعاليك الطبعة السادسة، يعني بلشنا بالسابعة، وكتاب المجانين الطبعة الثالثة. ضوء بسرداب هو شعر شعبي، يعني شعر وجداني، يعني بداياتي تجربتي الشبابية مثل ما نقول. هسه صرنا شياب ما شاء الله، شيء لا بعدكم شباب. تجربتي الثانية كتاب المجانين هو مقالات نقد ومقالات سخرية، يعني بعيد عن موضوع الشعر. ونصوص ليست لكم بوح الصعاليك هو أشهرهن، اللي هو يعتبر الشعر نصوص فصيحة وشعبي، هو الشعر الفكري، الشعر الثوري، شعر الشك، شعر التساؤل. إن شاء الله أكون يعني كتاب قادم بالخط. ماشي، أوكي. أدهم، بس ريحة الدمع شميت فوق الطين. من أين خلقت قصائد أدهم عادل؟ والله يعني أنا جيت للشعر صدفة حقيقة، يعني ما رديت، يعني ما كان ببالي أبدا أصل شاعر، ولا أنا أصلا من عائلة أدبية أو عائلة مثلا جنوبية مثلا، يعني إحنا عائلة بغدادية وعائلة علمية، وأنا هم كنت علمي، بس عن طريق صدفة معينة جيت يعني اتجهت للشعر. يعني قصائد يعني أعتبرها القديمة كانت تنبع من خلال تجاربي الشخصية، يعني تفاعلي مع المحيط، الانكسارات اللي مريت بيها، الخسارات، الناس وأذاهم مع الأسف، جروحهم. بس حاليا لا، ما تنبع من تجارب شخصية، حاليا تنبع من تجارب الناس. يعني أفكر أن أساعد الفقير، أن أنصر المظلوم، أن أفكر يعني يكون قصائدي رسالة للتفكير، رسالة للوعي، مو شرط أن تحمل تجربة شخصية. فإن شقين، تجربة شخصية وتجربة مجتمعية من خلال التفاعل مع المجتمع. نرحب بكم أفخخ الترحيب. ما هي الطبقة التي يود بها أدهم عادل أن يرحب بها بهذه الحفاوة؟ ومتى يقام دور الأبطال الإرهاب في العراق؟ حدثنا عن كتاب المجانين، وبالأخص هذه القصيدة. كتاب المجانين هو يعني من كتاب غريب، يعني من اسمه، والحقيقة اسمه يدل على محتوى، يعني اسمه مو اسم تجاري، اسمه يدل على محتوى. هو يعني بالفعل هو ينطق عن مقالات غريبة، نقول مجنونة، غير خاضعة للمنطق والعقل يعني. وهو أصلا ألهمني إلى كتابة الكتاب هو شخص مجنون هنا بالمتنبي اسمه حنبس، بس أنا غيرت الغلاف يعني خطية الذوق، يعني هو عن شخص يعني هو ألهمني، لا مو كتاب عن شخص، ألهمني أن أكتب. أي بس لأن خطية قام خليه صورته على الغلاف، يجوني يخلون صورته يوم وجهه يأخذون ياسين، هو باش حتى سبني مرة، قال كله من وراك. اي والله قال كله من وراك. اي كلش احب هذا الشخص. طبعا هذا الشخص هو حنبس. هو تأثرت به؟ تأثرت انا عن طريق قصة هسه اقول لك القصة، بس مسألة احنا عندنا مشكلة بالفهم، هاي قلتها سابقا بالبرنامج، بين المعنى وفهم المعنى. احنا نختلف على البديهيات، احنا ما نعرف معناها حقيقة. فمن البديهيات احنا نختلف عليها، انه مثلا اذا اقول على انسان هذا مجنون، عبالهم انه هذا انسان منتقص من عنده. اي صحيح. بس ما كلمة هي الجنون منتقص. انا مجنون وانت مجنونة وجوش، كل انسان عنده، ماكو كل انسان عاقل. هو العقل خاضع للتناقضات المجنون. فالمهم هذا موضوع شلون شطح. حدثني عن هذا الشخص. الشخص في يوم انا جيت لقيته لابس يمكن 6 ستر، حارة بدمه، هو لابس هدومه كلها. قلت له شنو اسمه حنبس، اسمه ضياء صفلها. قلت له شنو حنبس وشو ايش دعوه لقيت لابس هدوم؟ فقال لي ما عندي كنتور. جواب رائع يعني عن صدق وانا خلي هدومه. فبديت افكر تفكيره، يعني احاول ان القي الاجوبه المنطقيه الملائمه للاسئله الغير ملائمه. تشوفين؟ فمن ضمنها طلع هذا الكتاب.
من ضمن هاي القصيدة قصيدة هي غريبة جدا عن دوري أبطال الإرهاب والناس شلون. تقدر تقول لنا مقطع منها؟ والله ما حافظها. والمشكلة بالكتابة أنا شلتها القصيدة حقيقة، أنا سويت تعديل عليه، مو شلتها، هو بالطبع الثاني نسى المنضد أن يخليها، فإن شاء الله حرامات يعني، إن شاء الله الطبعة الثالثة ترجع. إن شاء الله. أستاذ أدهم، إذا كانت نصوصك تقول نصوصي ليست لكم، لمن تكتب نصوصك؟ لكم، بس مو لغير ناس. أي فئة؟ مو للقتلة، مو للمرتشين، مو اللي يسرقون دم الشعب. أنا ما أكتب من دول نصوص مو لهم، نصوص لكم، أصدقاء، للناس الفقراء، للأم اللي تخبز، للأم اللي تشيل ابنها على ظهرها وتطلع تسوق، لأمي، أبوي، لأصدقائي، للحيطان، الفطر الحايض، الطين، نصوص الدولة. أما السراق والقتلة والمرتشين نصوص مو لهم. زين. أدهم، الرسالة أو المغزى من عمل شعري أو فني، كيف توصل هذه الرسالة؟ يعني قصدك إنه ما هي الرسالة أو الأدوات التي يقوم بها الشاعر الشاعر يعني شلون إلى قصيدته، القصيدة حتى يوصل الرسالة. أول شيء لازم يكون الشاعر إذا يريد يقدم يعني يقدم رسالة من خلال شعر، أول شيء لازم يكون صادق. مستحيل رسالة تكون كاذبة. ولازم يكون شجاع، لأن الرسالة تحتاج إلى شجاعة. ولازم يكون متمكن من الأدوات الشعرية، وهذا التمكن يجي من خلال عدة عوامل. أول من خلال الاطلاع على التجارب السابقة، يعني من خلال القراءة المكثفة، ومن خلال التماس مع الشارع، يعني ما يكون قاعد ببرج عاجي ويكتب قصائد لازم يمس الناس، لازم يكون وياهم ينظر لهم، يعني متعايش وياهم. طبعا جابر سارتر كان أخذناه بالأداء وبعد بنفس الوقت المقهى يقعد مقهى جدا بسيط، قالوا أنا ما أقدر أكون وجودي بالمعنى الوجودي إذا ما أكون أحتك ويا الناس. ولازم يكون بها شيء من الجمال حتى يستسيغها الناس. لا يعني مستحيل تكون جافة وبها فلسفة جدا عالية بحيث البسيط ما يفهمها. لازم تكون فلسفة يعني حسب ويا طبقتهم اللي طبعا بها. حتى يكون بها رسالة وبنفس الوقت بها جمال حتى الناس تستسيغها. أدهم، انتهاء الفترة السيئة تعني انتهاء كتاباتك، متى تنتهي قصائد أدهم عادل؟ والله خلي ينتهي أدهم عادل بس خلي تنتهي الفترة السيئة. والله العظيم مو خلي تنتهي كتابات. لا حقيقة أنا دائما أكو يسمونه أدب الأزمة. أدب الأزمة. مرات يقولون أنت قصائدك يعني هذا شنو يتحدث؟ أدب الأزمة؟ يعني مثلا صارت قضية فساد كبيرة قام بها أحد الأشخاص، تكتبين قصيدة على هاي قضية الفساد على هذا الشخص، بعد 20 سنة هذا الشخص يروح وعملية الفساد تنتهي، القصيدة بعد ما حد يتذكر. وصلت الفكرة؟ وصلت. هذا يسمونه أدب الأزمة. أنا فعلا جاي أكتب لأزمة معينة جاي نعيش فيها، أزمة مثلا التطرف الديني، أزمة قلة الوعي، أزمة القبائلية الزايدة، أزمة الفساد. بس الشاعر لازم يعالج أزمة، يعني لازم يكون لسان حال الناس. أما قصائدي إذا كانت تنتهي بانتهاء الأزمة لا ضير، المهم تنتهي الأزمة. ولكن أنا مو شاعر أزمة. ليش؟ لأن أنا أصلا بداياتي شاعر وجدان. يعني أنا ما بديت البارحة وشفت قضية وقلت أكتب عليها، لا أنا بديت للحب، بديت للحبيبة، بديت للفقر. فهاي قصائد وعندي ديوان كامل على هذا الموضوع. فإذا انتهت الأزمة وانتهت ليش قصائدي فأكيد قصائد وجدانية باقي. لو مو هيك. لا هيك صحيح. اكتب لهذا الشخص الجاي مني. من الطبقة المستهدفة من قصيدة الرسالة؟ يعني الطبقة المستهدفة اللي تقدمها بالقصيدة، كل قصيدة ورسالة إلها، يعني شلون توصلها؟ يعني أنا أهاجمهم. شوف يعني الشاعر مو بس الشاعر حقيقة، يعني كل إنسان اكو مقولة هم ينسبوها لدانتي بالكوميديا هاي، بس هاي هذا هم خطأ شائع، هم ما يدرون به. هي مو دانتي، هي العظيم، هذا العظيم اللي قام بالثورة العظيمة، الثورة السلمية، مارتن لوثر كينج، اللي أنهى موضوع التطرف يسمونه الريسيزم العربي، شو يسمونه هذا الأبيض والأسود، موضوع الأبيض والأسود الزنجي، هذا الموضوع أنهى. يقول أبش، يقول معترف يمكن يقول أتذكرها، يقول
أكثر الأمكنة بالجهنم، يعني أكثر الأمكنة في النار محجوزة لهؤلاء الذين يتخذون الحياة في حروب الإنسان، في حروب الإنسان العظمى. يعني من يشوفون باطل وحق وأنت توقفين بالنص ما تناصرين الحق، بالحقيقة أنت يعني حيادية راح أكون. لا بس أنت ناصرت الباطل. شلون؟ أنت ما ناصرت الحق، أنت لا تقولين هذا حق وهذا باطل، أنت وقفت بالنص ما ناصرت الحق، أنت ناصرت الباطل. هي صحيح. المفروض تناصرين الحق. فإحنا المفروض اليوم من قصايدنا ومن شبابنا إنه ما يوقفون بالحياة، يوقفون الحق ضد الباطل. وهاي الرسالة من كتاباتي، إنه أنا أقول إنه هذا حق، هذا ظالم، وهذا هذا حق وهذا ظالم، هذا خير وهذا شر. أسوأ الناس اللي يتخذون الحياة بين الحق والباطل. الحقيقة اللي يتخذ الحياة هذا ما متخذ الحياة، هذا مناصر الباطل بس هو ما يدري. ما هي القصيدة التي يحبها أدهم عادل ويعتبرها الأقرب إلى روحه؟ والله كل قصايدي أحبها يعني، بس أكو أبيات أحبها يعني. الأبيات دائما نمشي يعني أحكيها بيني وبين نفسي، ودائما أبيات وجدانية ما لها علاقة بكتابات. زين قصيدة يعني معينة. قصيدة معينة؟ قصيدة بس وجدانية يعني مو من المشاكل. أنا بيني وبين نفسي ما أحكي يعني هيك إيش يقول له دائما واحدة أرددها خاصة من أعور جسر الشباب. هي رددها تقول مشكلة أنا ذاكرتي صار بيها انفصام. تقول أحب وحدة تقل لي القمر من يالون، أحب بنية ما تدري الأخبار شلون، أحب شفة تريد الدرب بس متون تعقل وأنا لا تخبر. الله. يهن تعقل وأنا لا تخبر. يقول ما لحقت بي شلون. الله الله. نسيتها بس دقيقة خلنا نطلعها من بالي. متشوقين إلها طبعا. ايه أحب وحدة تقل لي القمر من يالي، أحب بنية ما تدري الخبار شلون. الله. أحب شفة تريد الدرب بس متون تعقل وانا لا تخبر. من تضحكين تطلع للصحاري سنون. الله. ومن تبكين هاي الدنيا ما يبقى بوجهك. الله عليك. ومن تمشين يمشي وياك دمع ظنون، حرامات العقل وياك كان يخاف. ما شفتيني بخبالي، ما شفتيني من ناخذ عيونك واختل ببالي. بدلت أرس للأبقال ما ترهمين للشقق، ما ترهمين للشقق لك بدومه، ما ترهمين للبايع سنين المقبرة وبعدين ماخذ منها بس يوم. كسرت إنسان كان يضمك من الناس لدم. الله عليك. أدهم حدثنا عن الشعراء اللي تعتبرهم قدوة وتعتبر أنت تلميذ لهم. مظفر النواب. مظفر النواب فقط. ماشي. زين أي الشعراء الحاليين ينتهج نهج أدهم عادل بكتاباته؟ والله ما أعرف يعني ما أدري. ماشي. يعني حتى إذا موجود ما أقدر أقول يعني شوية أبي شيء من الغرور فما أعرف. زين أخيرا هل تبكي وهل قصائدك تبكيك أحيانا؟ والله يعني أنا كثير البكاء يعني كثير بكاء يعني بكاء حقيقة. من الواقع لو شلون؟ من الواقع يعني تشوفين الوضع يعني الوضع العراقي وضع الشباب حقيقة يقهرني يعني من أشوف طفل شايل جرته راح للمدرسة يعني أسفل بي أقول هذا شاف من حياته يعني وعى على القتل وعلى الطائفية وعى على لو فاقد أب لو فاقد. احنا ما نريد نكون متشائمين بس هذا واقع. اي صحيح. اي والله قصايدي يعني كثير من قصايدي تبكيني بيني وبين نفسي. بنهاية حلقتنا لا يسعني أن أشكر ضيفي. شكرا لك أدهم. عيني ولديش نورتوني ولدي. إذا مشاهدينا نلتقيكم بحلقة أخرى وضيف جديد فانتظرونا إلى اللقاء. أي إنسان وما أكره شخص ما دام الله مشرع البيبان، ما دام الشمس تتغطى بالبستان، حتى الشجر أشرى وياه إذا يبرد أفصل للورق قمصان. حتى الشجر أشرى وياه إذا يبرد أفصل للورق قمصان.